اقعد. ها، كيف حال الشغل؟ كله تمام يا خال. عديت النهارده على مزرعة المعلم حسونة وسلمته العلف، والأرض الجبلية رمينا فيها التقاوي. ربنا يبارك فيك يا ولدي. مالك يا غريب؟ في حاجة عايز تقولها؟ لا ما فيش يا خال. فيش كيف؟ متردد ليه؟ ما تقول. بصراحة يا خال أنا خاطري إني أتجوز. ايه؟ تتجوز؟ يا ألف نهار مبروك يا ولدي، ألف نهار مبروك يا غريب. عشان كده متخربط ومش عارف تقول ايه وحالتك حال. قول لي، مين العروسة اللي اخترتها؟ جميلة بنت الحاج عبد التواب. يا زين ما اخترت يا غريب. يعني موافق يا خال؟ اللي موافق. حاج عبد التواب راجل من خيرة الناس ونسبه يشرف. بكرة إن شاء الله نروح نطلبها لك. صح يا خال؟ اللي صح، بهزر أنا ولا إيه؟ والله كبرت يا غريب وهنجوزك وتبقى صاحب عيلة. كله بنفسك يا خال، ربنا ما يحرمني منك ولا من حنية قلبك ولا مراعيتك لينا يا رب. ألف مبروك يا ولدي، ربنا يرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله. بالإذن يا خال. عيب. ربنا يخليك لينا يا خال، ربنا يطول في عمرك يا رب. سلام عليكم. يا غريب قول لي ايه اللي حصل؟ اصل وكمان بعدين يا محفوظ. يا بوي كل ده حصل؟ الشاي. متشكرين. قلت ايه يا عم الحاج؟ يا ألف أهلا وسهلا يا غريب يا ولدي، الدار تنور، والحاج عبد الجليل ما شرفناش في الدار بقاله سنين. الدار تنور باهلها يا عم الحاج. الحاج عبد الجليل كان له قرشين كده عندي، وأنا كنت شيعتهم له معاك. يا ترى افتكرت تديهم له؟ يا عم الحاج المسألة مش مسألة فلوس، الحكاية غير كده. خير يا ولدي. إن شاء الله خير، اطمن يا عم الحاج. أنا بصراحة يا بابا كنت عاوز أفاتح حضرتك في موضوع مهم جدا خاص بيا. خير يا حبيبي. أنا يا بابا بعد إذن حضرتك يعني عاوز تكون لي حياتي المستقلة، يعني يكون لي بيت، يكون لي شركة خاص بيا وخلافه يعني. حد زعلك انت ولا مراتك؟ بالعكس يا بابا، دي حتى ماما شايلانا على كفوف الراحة. تبقى دي اكيد فكرة مراتك. لا والله يا بابا مش فكرة مراتي ولا حاجة، دي حتى سلوى مراتي خايفة على زعل حضرتك انت وماما. الحقيقة دي فكرتي أنا يعني ما حبيتش أجل الموضوع ده أكتر من كده. ولو ان الموضوع ده مش هيعدي على خير بالنسبة لوالدتك، لكن انا كل اللي يهمني انت واختك، انتوا اهم حاجة في حياتي. انت عارف يا حبيبي ان انا كل تعبي وشقايا السنين دي كلها عشان خاطركم. ودام انت عايز كده، من بكرة تروح تأسس شركة سياحة وتشوف فيلا مناسبة ليك انت ومراتك. ربنا يخليك ليا يا بابا وما يحرمنيش منك ابدا. متشكر قوي يا بابا، بس يعني جايز ماما يعني جايز؟ ده اكيد هتعمل لي فيها سين وجيم. ولا يهمك يا حبيبي، انا كل اللي يهمني سعادتك انت واختك. متشكر قوي يا بابا. طيب اروح افرح بقى سلوى دلوقتي بعد اذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. ماما يا ماما هي ماما فين؟ في الجنينة يا فندم. قاعدة لوحدها ولا معاها حد؟ لوحدها. طب روحي انت دلوقتي. خدمة يا فندم؟ لا شكرا. من يوم الطلاق يعني ما حدش شافك. لا لا لا، بالراحة عليا كده واحكي من الأول. ده امتى حصل ده؟ شكله ايه وشفتيه امتى عرفتيه ازاي؟ احكي ما تخبيش حاجة. معقولة يا فيفي؟ انتي لحقتي؟ ما اتعلمتيش من بعد موضوع الطلاق الأولاني؟
طيب اوكي يا حبيبتي، الموضوع ده عايز قعده بقى. هشوفك بكره في النادي وتحكي لي بالتفصيل الممل. يلا باي. مساء الفل يا ست الكل. مساء الفل يا جميل. على فين كده؟ انا خارج اسهر مع اصحابي شويه يعني. وماله يا حبيبي، اسهر واتبسط زي ما انت عايز، بس تقول لي بقى اصحابك دول فيهم بنات حلوين؟ لا عيب، ابنك ما يعرفش بنات، البنات عيب، انا كل اصحابي الحمد لله رجاله. شكلك كده عايز فلوس. يا حلاوتك انت يا نونو لما بتفهميها وهي طايره. قول لي عايز كام؟ يعني اللي يطلع من ذمتك كويس، اللي تجودي بيه. ولا ايه الالفاظ دي؟ انت بتسهر مع مين وبتتعلم الالفاظ دي منين؟ يعني يا ماما لازم نسير الموضه. موضه؟ انت ناسي انت ابن مين؟ واصحابك دول هم اللي علموك الالفاظ دي، ومش كده وبس، لا ده بيسهروا كل يوم على حسابك وبياخدوا فلوسك، ولا فاكرني يعني مش واخده بالي؟ ليه كده بس؟ ما احنا كنا ماشيين كويسين يا نونو. الله، عموما لو الالفاظ انا هسيبها خالص، لو مش عاجباك عشان خاطرك انت بس، واصحابي كمان لو مش عاجبينك هبعد عنهم. ماشي يا بكاش، يلا اجيب لك فلوس، بس قبل كل حاجه عشان خاطري يا ناجي اوعى تسهر للصبح، مش عايزين مشاكل مع ابوك. حاضر، اللي تؤمر انت بس بيه يا جميل. تاني؟ خلاص اهو. يا مرحب يا مرحب، الدار نورت. منورة بهلها يا عبد تواب. من غير تضييع وقت يا اخوي، انا هدخل في الموضوع طوالي. خابر ان الغريب ولد اختي وانا اللي ربيته، يعني هو عندي في معزة احمد ولدي تمام. ويا زين ما ربيت. انا جاي لك دلوقتي لاجل اطلب يد بنتك جميلة للغريب ولدي. قلتي وهي حج، واحنا حنلاقي نسب احسن من كده. وجميله بنتك زي ما هي بنتي، وانا جهزها واجيبها لحد الدار. على خيرة الله. أيوه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين إيه عندك؟ هتقول إيه؟ الغريب أو مين معاه؟ عم عبد الجليل. طب خليك احداك، تاني جاي لك طوالي. ماشي يا غريب. نجهزوا لك الوقت. واه، ماله الولد ده؟ هو جابر كده. بقول لك ايه يما، عمتي بدريه بقالها مده ما زارتناش، ما تجي نروحوا لها. وماله يا بنتي، دي الغاليه ام الغالي، بكره بمشيئه ربنا ناخدوا الاذن من العمده ونروحوا لها طوالي. ربنا يبارك لي فيكي يما، ما عرفاش من غيرك كنت بقيت كيف دلوقتي. ويبارك لي فيكي يا بنيتي، ويفرح قلبك عن قريب يا رب.